اقول لك يعني حتى ماتش البلاي ستيشن كنا نقعد نلعب مع بلاي ستيشن، يعني حتى لو كسب او ما كسبش، او قد ايه دمه خفيف وهزار وضربه لينا لما نكسبه ولا لما يكسبنا. بصي ذكريات كتير مش عارف اقول لك عليها ايه، فاهمه يعني. بجد عمرو منيب انا مش مصدق اي حاجه غير انه يعني ان شاء الله باذن الله في الجنه، يعني مش يعني كل اي حد عاش عمرو منيب بجد عنده ايقان ان عمرو منيب باذن الله في الجنه ونعمها، لانه بجد كان حد يعني. كنا في شرم الشيخ مره ماشي، هو كان في شرم الشيخ، كنت بكلمه في التليفون فبقول له طبعا شرم ومقضيها، قال لي اقسم لك بالله انا قاعد على البحر بقرا قران. يعني بصي يعني كان دايما بيمدنا كده، عارفه ساعات الواحد ممكن يغفل شويه مع الدنيا او يمشي مع تلاهي الدنيا، كان هو لا يمدنا بالحته دي، لا يا عثمان لا ركز، لا انت مش عارف ايه، لا شغلك، لا ربنا، لا الصلاه، لا ادعي ربنا، اقرب واحد ليك ربنا. بصي عامر بجد يعني شخص لا مثيل له بجد. يعني كان عنده استعداد يقول الحاجه الوحشه اللي عملها، وعنده استعداد يقول يا رب اغفر لي. ايه رايك في الاغنيه الدينيه اللي عملها يا الله؟ يعني بص يعني نفسنا يبقى كل مطربين مصر يعملوا كده، يعني يعملوا اغاني دينيه، يعني يستغلوا ان صوتهم حلو. يعني انت فاهمني يا اكمل؟ بص هو يعني معظمنا عمل اغاني دينيه تمام، بس المشكله الحقيقيه مين اللي مصدق بجد؟ انا عايز اقول لك حاجه، في ناس عملت اغاني لمجرد مش قصدي اذم في حد معين، بس لمجرد التواجد او لمجرد انها موضه. يمكن عامر الوحيد او لمجرد الفلوس ممكن برضه يعني. ما بصي الله اعلم، كل واحد ربنا اعلم بالنيات يعني. بس بجد عامر يعني بجد كان فعلا عنده ارتباط كبير جدا بربنا. وبصي يعني عامر منيب اول ما جه من العمليه بتاعت بره، انا كنت اعرف ان عامر منيب طبعا مؤمن الى درجه كبيره، بس اول ما جه من العمليه بتاعت المانيا وبتكلم معاه ما شفتش حد مش خايف من الموت كده. اقسم لك بالله ما كانش خايف من الموت، والله العظيم ما كانش خايف من الموت، كان خايف على بناته. يعني كان يقول لي انا مش انا عارف، انا في الاخر كلنا رايحين طبعا. وما كانش خايف من مرضه. طب اقول لك حاجه اكتر، في لحظات والله كان بيبقى سعيد بمرضه عشان عارف ان ربنا بيخفف عنه عذاب الاخره. كان يقول لي ربنا ياخد مني في الدنيا بس اخش يعني ما تعذبش في الاخره، عذاب الدنيا مهما كان اسمه عذاب الدنيا. ربنا يرحمه يا ربنا. عايزاك يعني تقول كلمه بس، انا مش عارف اقول لك ايه اتفضل. يعني عايزاك تقول لي بس يعني كلمه تقولها لعامر شخصيا دلوقتي، هو في دار الحق واحنا في دار الباطل. هو عامر انا بقول ربنا يرحمك بجد، وبجد انا مش قادر اصدق ان انت مش معانا، وبجد هنفضل محدش هينسى عمرو منيب من اللي عاشروه خالص، واللي ما عاشروش برضه لازم يفتكروا عمرو منيب. انا يمكن فكره حتى الاغنيه دي جات لي لان انا عايز العالم كله يعرف مين عمرو منيب. انا عايز اتكلم في الاغنيه دي عن مين عمرو منيب، الناس مين هو الشخص اللي الناس يعني ما تعرف مننا ما تعرفوش عن عمرو منيب. يعني اتمنى تخلصوه بسرعه عشان نعرضه معانا هنا على شاشه LTV ان شاء الله. باذن الله. انا اصلا كمان بدور دلوقتي ان شاء الله، بعمل جاهدا على ان انا بدور جهه انتاجيه تنتج برنامج عن حياته فعليا، لان ده محتاج ان احنا يعني محتاجين نعرف مين هو عمرو منيب في فتره حياته كلها. ويعني يا ريت لو انا دلوقتي فعلا ورا الموضوع لحد ان شاء الله ما هعمله، لان انا لازم الناس كلها تعرف مين عمرو منيب بجد. نشكرك جدا يا اكمل، نسمع كل الناس. نشكرك جدا على المداخله دي، ومره ثانيه بقول لك البقاء لله وربنا يرحمه ويصبر اهله. تعالوا نشوف اغنيه يا الله، وفيها لقطات من العزا اللي قدرنا ناخدها بكاميرا بره الدنيا بتلفزيون LTV. تعالوا نشوف. النهارده احنا موجودين مش عشان عزاء فنان، النهارده جايين عشان نعزي انسان قبل ما يكون فنان، معروف باخلاقه في الوسط الفني. وزي ما انتم شفتوا من حوالي حلقتين عرضنا تقرير للفنان عامر منيب، وكان في وعكة صحية صعبة.
يمكن ربنا رحمه من التعب اللي هو فيه. بس عايزه اقول ان كل الناس اللي انتوا شايفينهم داخلين لسه جايين، او الناس اللي جوه اللي موجودين كلهم من الوسط الفني من داخل وخارج الوسط الفني، بجد جايين في حاله حزن شديد، لان احنا قبل ما نفقد فنان ناجح محترم مؤدب فاحنا فقدنا انسان بمعنى الكلمه. يعني مش مصدقين ان مكتوب المرحوم المغفور له الفنان عامر منيب. بس بجد يعني ما بنملكش دلوقتي غير ان احنا نقول ربنا يرحمك يا عامر ويصبر اهلك واصحابك واحبابك، لان مصر كلها زعلانه عليك. ان شاء الله يسكنك الاسير. ارحمنا برحمتك يا الله، وارزقنا بجنتك يا الله. ارحمنا برحمتك يا وارزقنا بجنتك يا الله. والمرة نسيت في يوم ما مشيتش في سكتك، انت العالم بضعفي قويني بقدرتك. والمرة نسيت في يوم ما مشيتش في سكتك، انت العالم بضعفي قويني بقدرتك. تهدينا بحكمتك يا